السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة سهرة ممتعة إن شاء الله معانا ومع كل عاشق وكل محب الحمام. سهرة ممتعة إن شاء الله علينا جميعا. السلام عليكم. إن شاء الله النهاردة زي ما وعدتكم في الحلقات اللي فاتت، وزي ما انتوا برضه طلبتوا مننا في الكومنتات، قلت بقى ورينا بتعمل ايه مع حمامك بالليل وكده، وازاي بتساعد حمامك. قلت لكم ان شاء الله في الحلقه اللي فاتت او الحلقات اللي قبل كده، قلت لكم احنا بنطلع بنستمتع اخر الليل مع الحمام. يعني بالنهار بيكون عندنا خفيتنا، ولو عندنا زغلول مثلا معين بنعالجه، او زغلول بنديله كالسيوم لو ناقص كالسيوم. المهم يعني ايه، بنيجي بقى الساعه بتاعت بالليل ولا نص ساعه بتاع بالليل دي هي اللي فيها الكلام كله. يعني بتطلع ربنا كرمك مثلا، انا اوريكم ازاي بعرف بالورق اللي معايا او بالكراسه اللي معايا الباب رقم 10 مثلا هيفتح النهارده، اساعد الحصوايه وهي بتطلع تستمتع. ما هو انا يعني مش معقول ان انا ربنا يكرمني واخد حصى من بره من عند الوزاره واقعده واحضنه، وفي الاخر علشان حاجات بسيطه خالص ابوظ الدنيا. يعني زي ما كنا بنقول كده بالبلدي وبالفلاحي، ابوظت الطبخ على بشيل الملح. فهو ده بقى اللي ايه، الفنيات الصغيره او الحتت الصغيره اللي هي بتفرق من غاوي لغاوي. يعني في ناس ربنا يزيدها عندها حمام، عندها حمام كتير وحمام كويس، بس ايديها مش في الحمام باستمرار، مش هتفرخ. ولو فرخت هتفرخ كام واحد وكام واحد هيقع منك. ده احنا عايزين يعني ربنا كرمنا والحصوه يعني الحمد لله طلعت معمره. طب ما انا مش عايز اخسرها، هو كده خلاص ربنا يعني ايه، خلاص هي الحصوه معمره. طب انا بقى اساعد، انا اساعد اتابع القص، اشوف يوم فتح الحصوايه فتحت لوحديها الحمد لله، ما فتحتش لوحديها احاول اشرح كده للحصوايه كده واحده واحده زي ما اوريكم ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه، واساعد الزغلول ان هو يطلع وهكذا. انما مش هحضن الحصوايه واسيبها تطلع زي ما تطلع، لا. في زغلول اللي بيعرف يطلع، في زغلول بيبقى صعب مثلا شويه ما بيعرفش يطلع وهكذا. فاحنا ادينا مع حمامنا. فالنهارده طالعين كده نمسي عليكم ونمسي على كل الغواة وكل مشتركين قناتنا، وطالعين ان شاء الله كده بالليل بنطلع. الزغلول محتاج يتزق بنزقه، حصى عندنا بره محتاج يتحضن بنحضنه، بس النهارده مش هنحضن حصى يعني الحمد لله كده ايه التحاضين كلها تمام. النهارده طالعين هنزق زغال فيه الحمد لله، ربنا مرضينا يا رب يرضيكم جميعا. في زغال لسه فاتحه دي بنطلع. جو يا جماعه، يعني انا في الصيف تقريبا يعني هو الفرخ زمان كانوا الناس بيقولوا الفرخ في الصيف، لا هو الفرخ في الشتاء بيحتاج منك في الصيف سهل. يعني في الصيف العمليه دلوقتي بقت سهله ان انت تفرخ فيها سهل، انما في الشتاء لو انت عايز تفرخ بتتعب شويه مع حمام. يعني التحضير ما بتلبنش معاك بسرعه، لو بتحضن تحت القص بالحصويتين بتحضن تحتيه بس بالحصويه وهكذا. لان الشتاء ممكن الحمام يسقع يقوم من على الحصى، مشاكله كتير. واقول لكم طبعا ازاي تتجنبوا الكلام ده. يعني اقول لكم القص اصلا ازاي تتجنب ان هو ما يقومش اصلا من على الحصويه ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه، بس انتوا تابعونا. النهارده ان شاء الله هوريكم كده الحامل اللي ربنا مرضينا بيه، الحامل اللي فتح. وهنوريكم السرنجه الكبيره دي بزق بيها الزغاليل. طبعا برضه وريتكم قبل كده بنزق بيها الحامل اللي خلاص مثلا اتقطف بس ما بياكلش كويس معانا. بنيجي بالليل بنساعده كده ب 20 سم ولا حاجه بالسرنجه الكبيره دي، والسرنجه الصغيره دي وريتكم قبل كده بنزق بيها الزغال اللي لسه فاتحه. وهكذا احنا مش بنزقهم بقى يعني ايه كل يوم، احنا بنزقهم لحد ما الطحادين يلبن وبعد كده بنتابعهم. الطحادين ماشي تمام خلاص مش هنساعد حاجه. الطحادين مقصر شويه، احنا ايدينا مع الزغلول بالذات في الشتاء. يعني في الصيف انا ممكن ما اهتمش قوي كده، في الشتاء لازم. احنا النهارده كده في اخر شهر 12 ولا كام 20 12، فخلاص في اخر الشهر، فالجو نفسه جو لسع دلوقتي وفيه رطوبه. بس فايدينا مع حمامنا. ده لو انا راجل عايز انتج، انا بقى راجل مهمل واخدها كده هوايه كده، لا انا راجل بحب الحمام، بعشق الحمام من صغري، ويهمني ان انا الزغلول البلد اطلعه. فبالك بقى ده زغلول شربنادي
وزغاليل البلك وزغاليل صوابط. ربنا وسع الناس كلها، الناس بتستخدم حمام ده، فانا مش يطلع لي واموته بايديا عشان خاطر يعني عشان خاطر اضيع معاه دقيقه واحده. ما هو الزغلول هيتزقف في دقيقه بس. فنوريكم كده ان شاء الله. طبعا انا قلت لكم قبل كده الفيديوهات اللي فاتت دي يا جماعه اللي هي الكلفه العاديه بتاعتنا، بنطحنها، بنروح عند اي مطحن وبنطحن الكلفه، بنخليها زي البودره كده، وبندربها في ميه سخنه، وزي ما انتم شايفين كده بنسحب بالسرنجات دي. نتابع بقى كده مع بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. طب ده يا جماعه زغلول اهوت ما شاء الله، الطحادين زقاه، احنا مش هنساعده، ده بعمر 3 ايام الزغلول ده. بصوا يا جماعه، يعني الحمد لله والشكر لله، ده خلاص ده زقينه، ادي اللي بقى في بطنه اهو. انا اساعد باقي مش هساعده كده، ربنا هو كرمنا وطحاديننا نصفنا. ده زغلول القشربندق، هتساعد بقى في ايه كده؟ الحمد لله الطحادين كده عامله الدور اللي عليها وزياده. ادي ما شاء الله. يلا ارجع تاني مش هنساعدك. تمام. ادي زغلول تاني رقم 81. انا هعيشكم يوم بيوم، وانا مش عايز بس والله اصور لكم كل يوم، يعني حابين ايه كل كام يوم كده نصور لكم الزغاليل حتى شكلها بيبقى عامل ازاي. ده بصوا يا جماعه، ده معدته فاضيه خالص اهي. تمام. وعمال اصلا هو عايزني اساعده، عايزني اوكله. فاوريكم كده حضراتكم. بصوا يا جماعه، احنا مش بنديله اكتر من نص سنتي، يعني انا بالنسبه لي ده زغلول لسه عمره يومين. بنقلب كده، بنتاكد ان الميه دافيه وهتكون سخنه معانا. يعني احنا طبعا الميه هنا اصلا بتكون بتغلي، واحنا بنستنى ايه؟ بنستنى لحد ما هي تدفى، وبعد كده نبدا نتعامل مع الحمام، مع الزغاليل. بصوا يا جماعه، اهم حاجه وانت بتفتح بوق الزغلول يبقى بالراحه خالص وبشويش. ادي الزغلول اهو يا جماعه، ادي الزغلول اهو. بص ما تخافش، يعني ما تخافش، انت هتمسك كده بقه بالراحه خالص اهوك. بص يا جماعه، ادي بق الزغلول اهوك بالراحه، وهتدخل المبسم كده بسم الله، وتضغط كده برفق. بس كده ما شاء الله، كده انت اديته اللي يا دوب بس يدور معدته لحد ايه؟ لحد ما الطحادين يلبن بكره الصبح براحته. انما مش بنملى معدته، علشان برضه انا مش عايز اعود طحادين ان انا اللي اقعد ازق لها زغاليلها. يعني انا بالنسبه لي يا دوب بس ايه، انا مش عايزه ينام ومعدته فاضيه زي ما قلنا قبل كده. ادي ما شاء الله، ادي النص سنتي اهو في معدته كده ما شاء الله. على بكره الصبح تطلع قبل كلفتك هتلاقيهم ما شاء الله. وده زغلول برضه يا جماعه قشربندق. يعني الحمد لله، يعني الواحد ربنا بيكرمه بيستنى الزغاليل دي، مش عشان انا اهمل فيها، واخد بالك، وعلشان خاطر انا زقيته في قد ايه، في دقيقه دلوقتي. يعني انا ما كملتش دقيقه، ايه نص سنتي وانا بزقه خد مني قد ايه؟ ما خدش مني اي وقت ولا اي مجهود. يعني هي العمليه كلها بسيطه، وهي لو ما فيهاش حب انا يا جماعه مش هقدر اعمل الكلام دوت. انا بحب الشيء نفسه، يعني انا بحب الحمام نفسه. ان شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. ادي زغلول تاني يا جماعه. ادي ما شاء الله، ادي
ده زقينه نص زقه اهوك، يعني ادي اللي بقى واقف معدود، ده مش هزقه يعني، ده ما شاء الله ده عمر برضه عمر 3 ايام، ده خلاص ادي طحادين ولبن والكلام ده كله. يعني ما بيفضلش بقى ان انا ازق دلوقتي، خلاص ده برضه زغلول يا جماعه الحمد لله والشكر لله، ده زغلول القشر بندق. انا مش عايز اعود طحاديني على الانتخه، ولا عايز اعودها على الاهمال والكسل، ما انا لما ازقه هي خلاص هي بعد كده هتتعود على كده، وهتتعود ان انا اللي بقعد اساعد وانا اللي بقعد ازق، وانا مش عايز اعود بصراحه على كده. انا عايز طحاديني تتعب معايا، لان انا مهما زقيت زق انا وضع، وزق الحمام ده فرق تاني، زقهم هم طبعا حاجه طبيعيه حاجه ربانيه، بيكون الزغلول بصحه جيده عن عن الكلفه اللي انا بخلطها ديت. يعني الكلفه ديت بس علشان اساعد الزغلول ان هو معدته تستمر معايا ومعدته تشتغل معايا. ادي الزغلول تاني رقم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالصلاة على النبي يا جماعه، زغاليل لسه ده بقى عمر، ده لسه مفتوح النهارده. بصوا يا جماعه معدته فاضيه خالص ازاي اهو، بص ادي معدته فاضيه خالص خالص اهو، ده زغلول اصفر ورق اهو تمام، وادي زغلول قشر بندق، ده عمر يومين، ده بصوا ده مزقوق اهوك واللبق في معدته بس خفيف، ده هديله ده زغلول قشر بندق وده زغلول اصفر ورق. ادي يا جماعه الحمد لله والشكر لله، يعني الحمد لله بنفرخ خدت بالك، والحمد لله الدنيا ماشيه والدنيا جميله، بس ما محتاجين ان احنا زغلول زي ده. بص لو لاحظت ده اصغر من ده، يعني انا لو سبت الكبير ده للطحادين ممكن يسيب الزغلول الصغير ده ما يزقوش ويكسل. طب انا لما اديله نص سنتي ومعدته تشتغل، والصبح يقعد يدق في الطحادين ويقعد يرفع لها دماغها كده، الطحادين غصب عنها هتروح موكله لان هي حنينه. يعني احنا قلنا في حلقات الطحادين يا جماعه، قلنا الاصل في الطحادين الحنيه، طحادينك لو مش حنينه مفيش انتاج اصلا عندك. بس ادي ما شاء الله الزغلولين، هنساعد الاثنين على قد ما ربنا كده يكرمنا. بسم الله. ادي يا جماعه نص سنتي، بص يعني انت ما بتزودش عن كده للزغالين، هو تروح جاي الزغلول كده ما شاء الله. ادي بالراحه خالص، يعني انت بتتعامل مع حاجه اصلا يعني حاجه كل حجمها مفيش يعني، فانت برفق خالص. بص بتدخل السرنجه ازاي، وادي بضغطه كده بالراحه خالص اهو كده، خد النص سنتي ما شاء الله اهو، بان على معدته اهوت، وخلاص كده الصبح ان شاء الله تقوم بالسلامه هتلاقيهم زقينه 10 على 10. ادي الزغلول اهو، ده زغلول يا جماعه اصفر ورق تمام، وادي الثاني برضو بالراحه خالص، يعني انت ما فيش حد بيجري ورانا. ادي برضو مظبوطه نص سنتي، وادي الزغلول الثاني يا جماعه اهو اهو بالراحه لو واضح معايا. بص تمسك كده الضبه اللي تحت ديك الشفه اللي تحت اهو بالراحه خالص اهو اهو، بس ادي خد يا سيدي نص سنتي، بس مش اكتر من نص سنتي يا جماعه، احنا بنديله نص سنتي، انا قلت لك بس احنا عايزين معدته ما تباتش فاضيه. ادي يا سيدي رفع دماغه لفوق اهوك زي البطل، وبكره طحادين الصبح نطلع نلاقي نفخه بفضل الله. هو بيفضل بقى ايه، حته كده من اخوك حسام الشبح، بيفضل طالما انت يعني لو انت عندك طحادين زغلول نفس الحجم ده وزغلول نفس الحجم ده، بننقل الزغلول الصغير دوت بنحطه جنب اخوه الصغير، والزغلول الكبير بنحطه جنب اخوه الكبير تمام. انما ده يعني ده في الوقت الحالي ما عنديش دلوقتي ان انا اقدر انقل، فهسيبهم لحد ما ربنا يكرمنا بحمام تاني يفك واقدر اعمل معاهم ايه اللعبه دي. بس ادي كده يا سيدي الحمد لله كده يا سيدي، احنا زقنا قدامك الزغاليل وربنا كرمنا
ووريناكم ازاي بنتعامل مع حمامنا. هقفل مع حضراتكم الحلقه واصور لكم دلوقتي فيديو تاني بزغاليل تاني، اوريكم السرير الكبير ده بنزق برضه في حمامتين كده عندي ازقهم، كل واحده قد ايه 25 سم، وربنا يوفق الجميع. طبعا انتوا شفتوا كده انا بعمل ايه مع حمام، موضوع سهل خالص. ويا جماعه الموضوع حب، يعني هو مش موضوع بقى ان انا طالع اسال حمامي لا انا هنزل انام لو انا مش بحب الموضوع، وانا طالع الساعه 2 اصور معاكم وطالع اساعد زغاليل. لو الموضوع ما فيهوش هو كله حب وعشق. هو الموضوع ما فيهوش ان انت اصلا بتحب الحمام وبتستمتع وانت بتعمل كده. انا ايه اللي هيطلعني في الساعه دي؟ يعني انا لابس نص كم في شهر الجو تلج وانا مش حاسس بتلج معاهم. ليه؟ الجو دفى، انا دافيان بيهم. يعني كده هو حمامي كده حواليا انا دافيان كده، فانا سعيد. يعني انا بعمل كده وانا مبسوط. ايه اللي انا بعمله؟ وفي الاخر فرد حمام بيطلع طالع من عندي لابس دبلتي، قمه سعادتي. انا بحب الحمام، يبقى انا طالع اقدم ابسط حقوق الحمام تجاهي. يعني هو ده ابسط حقوق، ان انا اساعده، لان بيكبر ربنا بيكرمني. اللي بخليه لنفسي بخليه، واللي ببيعه يعني في الاخر برضه كمان بستفاد بالحمام. عشان نكون صراحه، انا طلع لي النهارده ربنا كرمني، فرخت يا سيدي في الشهر مثلا 30 زغلول. هو انا ال 30 هخليهم لنفسي اعمل بيهم ايه؟ ده انا لو خليت منهم 5 يبقى كده حلو قوي، والباقي الله يكرم اللي هياخدهم. انا اخلي عندي كل عدد دوت ليه؟ لازم ده يمسك الحمام وده ياخد الحمام والحمام يكتر عند الناس. لازم يبقى انا كده من الحمد لله ربنا بيكرمني، بكتر الغيه وبكتر الحمام، ومني بستفيد بفلوس الحمام اللي انا ببيعه. فانت من جميع جوانبها انت الكسبان. انت بتطلع واحد بتستمتع، 2 بتطلع الحمام. قلنا لو انت ربنا كرمك في الشهر ب 20 زغلول يا سيدي، انا هعمل ايه بال 20؟ انا كبير لو ناقصني ذكر من ال 20 هخليه، ناقصني انتهى هخليه، والباقي هبيعه. ما انا عندي حمامي بره. يبقى فانت كده انت كسبان ماديا، كسبان استمتاع، احسن ما اقعد في اي قهوه ولا احسن ما اقعد في اي حته تاني. فانا طالع اقعد في بيتي مع حمامي تحت عيالي، مع حمامي ومع حالي. يعني في الغايه ديك انت مع حالك ومع مزاجك، وسيب بقى الدنيا تضرب تقلب من حواليك. لا انا طالع زي ما قلت، طالع اتبسط. اللي تحت واللي فوق انا مع حالي. طالما الحمد لله انا تمام واولادي والدنيا تمام ووالدتي تمام وكله خلاص، يبقى انا قافل تليفوني وطالع استمتع مع حمامي، وربنا يسعدكم وحمامكم. ولا استفسار يا جماعه بنقول رقم تليفوننا هو 0100 79 353 99. ويا جماعه ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد، واي فيديو فيه بننزله يجي لك بصفه مستمره. والله المستعان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.